السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل معاكم النجريسكو القمر ده، حاجة كده في منتهى الجمال، بيلظ ويبوظ زي ما بيقولوا. سهل جدا جدا يا حبايب قلبي، واطعم كمان من المكرونة بشاميل اللي باللحمة المفرومة. انا كان عندي ربع كيلو صدور في الفريزر، طلعتها كنت مقطعاها مكعبات صغيرة او شرايح زي الشاورما. اللي متاح عندك يا حبيبتي موجود، ممكن كمان بالوراك، لكن الصدور بتبقى احلى وكمان بتتقطع اسهل. طبعا غسلتها بملح وليمون وميه. بعد كده هبدأ بقى اتبلها بملح، فلفل اسود، بهارات، شوية بابريكا، وفصين من الثوم، وكمان شوية زيت، حوالي 3 معالق زيت كده. تمام. حطيت كمان بهارات فراخ او روزماري اللي موجود عندك، انا حطيت بهارات شوي بتاعة الفراخ. تمام كده بتدي طعم حلو جدا، الروزماري كمان بيدي طعم حلو جدا جدا للفراخ. تمام. كده تبلنا الفراخ بتاعتنا. هبدأ بقى اقلبها تقلبتين كده واسيبها ايه من ربع نص ساعة على جنب، لحد ما ايه نعمل المكرونة تتسلق ونعمل البشاميل. هبدأ بقى اسمي الله على النار ونبدأ نسلق المكرونة. هي الوصفة الأصلية بتاعت النجريسكو بنستخدم أصلا مكرونة سباكيتي، لكن عادي ممكن تستخدمي أي وصفة تاني، أي نوع قصدي مكرونة تاني، عادي مفيش أي مشكلة. سلقناها من 5 ل6 دقايق على النار، مش أكتر من كده. أنا مش عايزاها تتهري، أنا بسلقها نص سلقة، لأن لسه هتدخل مع البشاميل سخن وتدخل على النار. فلسه عشان مش عايزينها ايه تتعجن معانا. هنبدأ بقى على النار في حلة فاضية معاها فيها سمنة وزيت. هنبدأ بقى ايه نحط الفراخ تتشوح، نديها تشويحتين كده حلوين زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل، عشان يوصل لكم من قناتي كل جديد. واتمنى اعرف رايكم في الوصفات اللي انا بقدمها. دي بصلتين متوسطين قطعناهم جوانح، وكمان معاهم فلفلايتين رومي. ممكن كمان نحط فلفل الوان، ممكن كمان نحط مشروم للي بيحبوا المشروم، انا ما بحبوش الصراحه، ما بستطعموش. فحطينا فلفل وبصل ابسط حاجه اللي موجوده عندي. هنبدأ بقى نقلبهم كده ونشوح الخضار مع الفراخ. كل الخضار ده هيهبط، ما تقلقيش، هي كمية مش كبيرة. تمام كده اهو هبط كده خالص مع التقليب المستمر. هنبدأ بقى ايه نحيقه كده بالملح، طبعا عليه بهارات وعليه كل حاجة، مجرد ان احنا بس هنظبط الملح بتاعها ونقلب ونسيبها كده. طبعا استوت الفراخ، بتستوي بسرعة على النار. بعد كده هنعمل بقى بطل الصينية اللي هو البشاميل. انا عملت معاكم البشاميل قبل كده الابيض والاحمر، احنا هنعمل بشاميل ابيض بلتر لبن بس. تمام كده. معايا هنا معلقتين من الزبدة وزيهم زيت. اول ما يبدأوا يسيحوا هنختبرهم، هما لسه كده ما قدحوش. فهنبدأ أول ما يقدحوا هننزل عليهم ب6 معالق كبار من الدقيق. نبدأ بقى نقلب الدقيق كده لحد ما ياخد اللون الذهبي. أهم حاجة في البشاميل، في نجاح البشاميل، إن إيدك تبقى في البشاميل على طول، عشان ما يبصش منك أو يتحروق أو يكلكع. تمام. هنبدأ بقى ننزل بلتر اللبن، ومعاهم كمان نص لتر من المية. هنبدأ بقى نقلب كده. معلش سامحوني على البهدله اللي حصلت دي، هنمسحها دلوقتي. تمام. هنبدأ بقى ايه نحط اللهم صل على النبي، نبهر بقى الايه البشاميل. حطيت واحدة مرقة، فلفل اسود، رشة جوز الطيب، وملح طبعا. هنبدأ نحط سن بسيطة جنزبيل، وبهارات لحمة او فراخ اللي موجود عندك يا حبيبة قلبي، نمشي نفسنا بيه. هنبدأ برضو نقلب كده بقى البشاميل مع البهارات، والتكة بقى اللي بتخلي البشاميل كريمي جدا وغني بالطعم. هنبدأ نحط معانا هنا حوالي 3 4 معالق جبنة موتزاريلا، ممكن تحط شيدر، ممكن تحط رومي، ممكن تحط جبنة مثلثات او جبنة كيري. ومعاهم كمان معلقة من القشطة. دي القشطة انا بخزنها من اللبن كده، بشيلها في الفريزر.
وبستخدمها مثلا في رز بلبن او بشاميل او اي حاجه بعملها. هنبدا بقى نقلب كده لحد ما البشاميل يستوي معانا وكل حاجه تسيح. انا عايزاه قوام كريمي، ما يبقاش تقيل قوي ولا خفيف كده. الجبنه الموتزاريلا لسه ما ساحتش. نبدأ بقى ايدينا في البشاميل يا حبايب قلبي لحد ما يبقى قوام كريمي كده، ويبدأ يغلي غلوتين كده البشاميل بقى زي الفل. هنبدأ بقى ايه، نجمع الصينية بتاعتنا. ممكن تعملي في طاجن بايركس عادي، صينية مدورة، صينية مربعة، ألمونيا، تيفال، اللي موجود عندك. لكن انا بفضل الألمونيا دي، بتطلع البشاميل الصراحة حلو جدا. هنبدأ بقى نحط كبشتين تلاتة كده في قلب الصينية من تحت، عشان مفيش حاجة تلزق فيها المكرونة. هنبدأ نرص بقى المكرونة. انا المكرونة كنت غسلاها، شطفتها بمية ساقعة طبعا وحطيتها على جنب. بعد كده هننزل بقى الخلطة بتاعت الفراخ. عايزة اقول لكم خلطة الفراخ دي فعلا جميلة جدا، والبشاميل اخف من كمان البشاميل باللحمة المفرومة. تحفة جدا يا حبايبي. النجرسكو طالع سهل جدا في عمايله، وانا اول مرة اعمله معاكم. سهل جدا وخفيف، والولاد طبعا هيحبوه. كمان كان في رشة زيتون كده، رشتها، وشوية بقى بشاميل كمان، وباقت المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. سهلة جدا، هي بالظبط ممكن ما تاخدش معاكي نص ساعة بعملها على النار، برصها بكل حاجة. وهنبدأ بقى نظبطها بشاميل من فوق. ممكن بعد البشاميل ده تحط فوق جبنة موتزاريلا او ميكس جبن، اللي متاح عندك. انا ما حطيتش حاجة، كفاية البشاميل ما شاء الله عامل طبقة محترمة جدا جدا. هنبدأ بقى نحطها في الفرن دي كده. بعد ما خلصتها خلاص هبدأ احطها في الفرن من 20 ل 30 دقيقة، طبعا على حسب الفرن بتاعك. بياخد مثلا، انا خد معايا بالظبط حوالي 25 26 دقيقة. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، تحفة جدا، بسم الله ما شاء الله. ودي بنتي طبعا رأيها، قالت لي انا عايزة حتة اول ما تخلص. النجرسكو سهلة جدا يا حبايب قلبي وجميلة، يعني طعمها حلو جدا، والفراخ مغيرة طعمها الأحلى طبعا. سهلة جدا، بتلظ وبوز يا جماعة. في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. وبألف هنا وشفاء على قلبكم يا حبايب قلبي.